القصة حقتنا حقت اليوم دي قصة هي طويلة، لكن القصة دي قصة سمحة شديد. قصة يمكن فيها مأساة وفي نفس الوقت فيها موقف رجولي. القصة جاتنا من واحد وهو ما صاحب القصة، يعني أرسل له زول، فقال في عمك في عمر 60 من الجزيرة المناقل، يعني زول قدر حاله ومعاه أسرته وزوجته وبنته وعنده ولدين، واحد في عمر 16 وواحد عمر 12. يهو في أيام كتمة الجزيرة ديك مرق معاه أسرته بنفسهم، بس ما عندهم مصاريف ولا عندهم حق الأكل. آخر ما يملكوا قطعوا به التذاكر، وحتى ما تمت إلا تموها ليهم، وما عندهم غير مستنداتهم. تخيل معايا الناس ديل من طلعوا من الجزيرة، الناس ديل لقمة أكل ما أكلوها وهمهم يطلعوا بنفسهم بس. فعمك ده قال وصلنا حتة اسمها مروي في الولاية الشمالية، وقفنا في الارتكاز تقاطع المستشفى. المهم طلع واحد من الناس الشغالين في الارتكاز عشان يفتش، ولما وصلنا وسألني يا خال جايين من وين وعلى وين؟ وانا قلت له والله يا ولدي نحن جايين من المناقل والمعاي دي أسرتي، ويعلم الله نحن شفنا الموت قدامنا، ومن طلعنا من الجزيرة نحن همنا نمرق لدرجة إنه نحن من تحركنا لحد اللحظة أكل ما أكلنا وحالنا بالبلاء. قلت للشباب دي الحاجة الدايرينها منك، بس خلوا بتاع البص ده يبيت هنا ونحن ننوم نرتاح شوية، الجوع ذاته بنستحمله ما مشكلة. قال الشباب دي نزلوا من البص ودموعهم ترقرق في عيونهم. بعد سمع كلامي ده بعد دقائق جاني نفس الشاب قال لي تعال نازل تحت يا خال لو سمحت. قال أنا هنا دخلتني شكوك. قلت يا ربي الحاصل شنو؟ تيقنت ونزلت. الشاب ده ساقني بعيد من الناس، قال لي انتوا واصلين وين يا خالي؟ قلت له والله أنا عندي أخوي في حلفة، وأنا حلفة دي وين ما بعرفها، ولا عندي تلفون عشان أتواصل مع أخوي، ولا أولاد عندهم الرقم حق أخوي ذاته ما حافظينه. قال الشاب ده قال لي أنا دايرك تعتبرني زي ولدك، والكلام اللي بقوله ليك تسوي. قلت له حاضر يا ولدي. قال لي نزل أسرتك دي كلها هنا. استغربت في الحاجة دي، سألته قلت له ليش شنو؟ قال لي أنا قلت لك ما تعاندني بس نزلهم. سمعت كلامه ونزلت الأسرة، وأنا ما عارف هو ناوي على شنو. فجأة جات عربية هايس وقفت، والزول ده ركبنا فيها ودانا فندق اسمه فندق الرونق في مروي، وما مشى معانا. ودانا بتاع العربية نزلنا ودخلونا الشقة، وأنا لا أسي ما فاهم حاجة. بعد شوية جا الشاب القبيل داك